مستمتع من الصينيه دي لان كل ده ب 500 جنيه. البلد لسه بخير. فرخه وكيلو كفته بردك ب 500 جنيه. هنبتدي سلسله جديده النهارده يا جماعه، وهنروح اقدم مطاعم في كل منطقه. احنا النهارده في الاماريه والسواح. نبتدي بكبابجي صابر اللي اتاسس في سنه 65، وجبنا لكم من عند صابر عرضين ب 500 جنيه. الصينيه الاولى فيها ربع عنيفه، ربع طرب، ربع كفته، ربع سجق، نص فرخه، وصينيه رز وسلطات. والصينيه الاكثر مبيعا فرخه وكيلو كفته بردك ب 500 جنيه. دول بدل 650، يعني اي صينيه من دول ب 650 هو عامل عرض عليها ب 500 جنيه. وتعالوا نسمي الله نخش نبتدي بالنيفه يا جماعه. ده منظر حته لحمه نيفه. المفروض ان النيفه دي بتبقى قطعه لحمه دايبه، حتى الدهنه دايبه. نسمي الله ونبتدي. حته لحمه بلدي نضيفه وطريه جميله، مفيش كلام. 10 من 10. انا من عشاق النيفه المشويه يا جماعه. تعال نشوف صابع الطرب. بص، منديل خفيف ولكن حاسس ان هو مليان دهن بينقط، صح؟ النقط باينه قدامك. ونسمي الله وندوق الطرب. منديل خفيف وحته طرب مسكره بدون كلام. منظر صابع كفته، عايز اقول لك ان انا حاسس ان الصابع تقيل، زي ما يكون محشي حاجه في حاجه. صابع تقيل دسم. بص منظر الصابع من جوه. ايه الاخبار؟ طمني يا عزيزي. هات لي بقى صابع الكفته ينزل في الطحينه. طحينه تقيله وصابع الكفته محترم قوي 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 قوي، يقارن مطاعم كبيره. مستمتع من الصينيه دي لان كل ده ب 500 جنيه. البلد لسه بخير، ويا بخت بتوع الاماريه والسواح لان يبقى فيها 4 قطع نيفه بس. بروح اجيب وجبه النيفه ب 500 جنيه لوحديها. شايفين كل ده يعتبر هديه على الصينيه، لان الكلام ده في مطاعم تانيه ب 500 جنيه لوحده. تعالوا نسمي الله ونشوف السجق. والسجق بص المنظر ده. بص عملت فين ازاي. بص المنظر ده، حته سجقايه منظرها محترم. انت الكلام اللي انا بقوله واضح قدامك. بأمانة الله شويه سجق حرش محترم نضيف. ولحد دلوقتي الصينيه دي 10 من 10 ونجمه. خش على الصينيه اللي بعديها. وقبل ما نخش العرض الثاني ب 500 جنيه، عايز اقول لكم ان في صاله جوه عائليه بقى كبيره. انت عايز معاك عائلتك خش جوه، مش عايز تقعد القعده اللطيفه مع مزيكه ام كلثوم والدنيا اللذيذه اللي احنا قاعدين فيها دي، يعني خش انت بقى جوه. عايز تتبسط زينا كده وتاكل وتبقى قاعد في الهوا في الجو بتاع الشتاء دوت، انت هتستمتع. تعالوا ندوق الفراخ من الصينيه دي. بص اهو الراجل بيزمر فرحان. هنكمل فيديو ولا نقضيها تصوير؟ وتعالى نشوف الفراخ. وده المنظر اللي انتوا شايفينه، والحاجه نازله سخنه مولعه. مش لاقي حاجه اقولها لكم. الاكل كله نضيف تحفه. 10 من 10 ونجمتين. خش على كيلو الكباب، وده سعره اغلى شويه. ده سعره 960 جنيه بس. انا شايف ان هو خامه. انا شايف ان الخامه محترمه. يعني انا عايز اقول لك ان منظر حاجه انا بالنسبه لي وريحتها محترمه. بص، على الرغم من ان المكان بسيط بس عامل ريش بطريقه فعلا بريميوم. انا حاسس ان دي ريشه بريميوم. بص التسويه بتاعتها على الهادي خالص، ومنظرها حلو مش محروقه. وانا هجرب الريشه الثانيه دي. كلمه مسكره قليله عليها، عشان بقول لكم مسكره بتتضايقوا، هي مسكره قوي. وعجبني سعر الموزه عندهم يا جماعه. سعر الموزه 300 جنيه ومنظرها غني. والموزه لو ما طلعتش بالطريقه دي ما تبقاش موزه. خلصت خلاص كده. بص المنظر يا الحاجه اللي بتزمر هنا يا جماعه في الاماريه والسواح. قولوا لها في ناس بتصور، كفايه تزمير. عزيزه لو بتتفرج انزل لها من البلكونه قول لها هاني فود قاعد عند صابر الكبابجي وبيصور، يعني خف تصوير، يعني تزمير شويه عشان نخلص الفيديو ده. بص المنظر من جوه يحترم. في عروق كده دهن من جوه. دي بتاعت الموزه بقى، الحته الملبسه. قطعه لحمه بتبقى ملبسه. سمي الله. دي زبده. انا باكل زبده بامانه الله. انا ما بهزر ولا بقول اي كلام. ولو الاكل وحش والله هقول لكم وحش، والله العظيم الاكل تحفه 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 تحفه. في ورقتين هنا ريحتهم مدوخني. كان عايز اقول حاجه يا جماعه بالامانه، يعني المكان ده بيفكرني بمكان كنت بروحه، كانت قعدته في الشارع وكان بيبقى زحمه وطوابير وبتاع. صدقوني نفس الطعم ونفس الفكره ونفس نظافه الحاجه، من اول الجزاره، الحاجه النيه اللي احنا شفناها، والحاجه وهي بتستوي،
والناس قاعده مبسوطه. عايز اقول لكم ان احنا في وقت متاخر، احنا الساعه 12 بالليل والمكان فيه ناس والمكان فيه زحمه وشغال ربنا يزيدهم ومعرضهم حلو والاكل تحفه. تعالوا نشوف ورقه السجق. احنا دول السجق بتاعهم هو محترم، ولكن السجق لما يخش الصلصه بيبقى ليه كيان تاني. طب انا متمزج قوي من السجق اللي هو بصلصه ده الطعم اللي والدتي بتعمله لنا في البيت لما تعمل سجق. تحياتي ليك يا امي من عند كبابجي صابر، احسن واعظم سجق ياما. كبده وريحتها كبده ضاني، وهي خلوني صريح معاكم، انا لا افضل الكبده الضاني من قبل ما ادوقها. انا احب الكبده البتلو، انا من عشاق الكبده البتلو. تعالوا وريني كده التشويحه. منظر ايه. طب ممكن ننزلها هنا كده، ومش مشكله الكوليسترول عشان خاطرك يا عم صابر. البلا حرشه وصايعه وفيها سنه السبايسي وكل حاجه، بس انا ماليش في الكبده الضاني. ونخش على الحواوشي، وهو قال لي الحواوشي عندي مميز قوي. ده حواوشي صايع بتاع الامريه والسواح، دي الاصيله، دي اللي بتبقى بتلمع في كل الاماكن. بص دي دايما لونها ذهبي، والحاجه يا جماعه اللي بيبقى لونها ذهبي تعرفوا ان دي بنت ناس. سم الله تاخد بوسه دلوقتي. يلا بينا ادخل الى العمق بقى. بص الحته دي بتتاكل كده. انا مهما كان هو بالنسبه لي اسمه حمام، انا بحب الحمام، والحمام ده متعه يا جماعه في الاكل. خش صابع الممبار بتاعهم ونشوف الدنيا اخباره ايه. ده ممبار بلدي نضيف مفلفل، الرز بتاعه مفلفل زي ما انتم شايفين كده، محترم قوي. بصوا كبابجي صابر، يا بخت بتوع الاماريه والسواح بيكو. انا عايز اقول لك انا هاجيلكم مخصوص من شيراتون عشان اجي استمتع بالحاجات دي. العرض بتاع النيفه ده، حته النيفه عندهم 10 من 10 من 10 من 10 من 10، من انضف الاماكن اللي اكلت فيها نيفه. وان يحطها ربع كيلو مع كل دوت، مع طرب وكفته ومش عارفه ايه ونص فرخه، الصينيه دي ممكن تكفي 4 ب 500 جنيه في الوقت اللي احنا فيه، مش موجوده. عرض محترم. العرض التاني الفرخه وكيلو الكفته، بصوا 10 من 10. المكان فيه مكان جوه عائلي، والقعده اللذيذه اللي انتوا دي تيجوا كشباب تستمتعوا بيها، وفي ناس اسر قاعده وبتتبسط وكل حاجه. مش عايز اطول عليكم، كان معاكم هاني فود كبابجي صابر 10 من 10، وتحياتي ليك، وانا جاي تاني وتالت ورابع. سلام.